بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد ونهار جديد ووصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم سهلة مهلة اقتصادية، بنتها تهبل. هذا هو وقتها البنات. ما نديروش دائما مقلي بالطريقه التقليديه، نبدلوا فيه شويه البنات. عندها بزاف طرق، وهذو من بين الطرق البنات اللي تجيكم بزاف شابه. نظرتها ما شاء الله كي تحطيها في الطابله تاعك ولا ديريها لضيافك ولا حتى لنفسك، تجي ما شاء الله شابه البنات في النظره وفي البنه. تقدري ديريها بلا صوص كيما هكا. انا بالمرقه تاع الحمص البنات كيما راني دايرتها انا، وهذا ما نبغوش حتى هذا ما يبغي غير التغميس. هذه قولوا لي ما نبغوش نغمسو. ولا تقدري تحطيه كمقبله مع المايونيز ولا مع الصلصه هكا تاع صلصه حمراء هكا تكون حاره، ولا عندك الاختيار. المهم البنات تدي الطريقه وانتي ديريها كيما بغيتي. هنايا البنات نبداو على بركه الله. نقبضوا الشوفلير تاعنا، تنقيه مليح مليح وتغسليه مليح مليح بشويه تاع خل وشويه تاع خل وشويه تاع الماء البنات. تغسليه ومن بعد تطيبيه في الماء والملح. انا هنا طيبته في الماء والملح. ديري له شويه تاع كمون يطيب في ذاك الماء. ديري له شويه تاع كمون وورقه تاع رند هكا باه تروح لك ذيك الريحه منه. هذه هي. ونجو هنايا ونخلوه يقطر مليح مليح بجهه. هنايا نجو لاصوص تاعنا البنات نرابو فيها الحبه تاع بصله تكون كبيره، نرابوها هكا باه تثقل لنا المرقه تاعنا. البطاطا هنايا بغيتو تقلوها بغيتو ديروها كيما انا هنا درتها. انا بغيت نيفيتي كاع القليان، درتها هكا في المرقه البنات. وانتم اللي بغات تقليها تقليها. ودرت مكعب تاع مرق الدجاج ولي زيبيس. راكم عارفين كل وحده شا عندها، كل وحده شا يبغوا العائله تاعها البنه تاع لي زيبيس. يعني ما تقيديش بيهم. اذا ما يبغوش بنه مثلا تاع كمون ولا ما ديريش. اذا ما يبغوش راس الحانوت ما ديريش، لكن ديري شويه تاع راس الحب الكحله البنات اللي هي الفلفل الاسود. وديري المكعب الدجاج ترابي لها ثاني شويه تاع ثوم البنات يعطيها بنه ما شاء الله. وديري لها ثاني شويه تاع قزبر ولا معدنوس تقطعيه رقيق وديريه معاه. هنايا نقبضوا ذاك الشوفلير تاعنا البنات بعد ما قطر مليح مليح. المرقه تاعنا البنات رانا قليناها ودرت لها الماء سخون وخليتها راهي تثقال. هذه هنايا الشوفلير تاعنا كيما قلت لكم. ثاني نقبضوه نرحوه البنات كيما هكا نرحوه. المهم تعبزيه غير هكا ولا بفرشيطه ولا ترحيه تخليه شغل شويه حبيبات، ماشي تمرسي كاع تمرسي حتى يولي عجينه. هذه هي. وربيت له هنا شويه تاع ثوم، درت له نص مكعب تاع الجامبو كيما راكم تشوفوا. وندير له شويه تاع راس الحانوت وشويه تاع ملح البنات. ما تنساوش الملح وما تكثروش على خاطر رانا درنا الجامبو ثاني. هذه هي. وشويه تاع قزبر كيما راكم تشوفوا قطعتها رقيق. ونديروا له زوج حبات تاع بيض البنات. انا هذه الكميه درت لي زوج حبات تاع بيض. انت حسب الكميه، اذا كانت كبيره ديري 3 حبات ولا 4 ولا. هذه هي البنات. ونزيدوا لها مغرف تاع فرماج كبيره، مغرف تاع فرماج تاع البيدون البنات. اللي ما عندهاش الفرماج تستغنى عليه، يعني ماهوش ضروري. ونخلطوا كلش مع بعض، نخلطوا مليح مليح حتى يندمجوا كامل هذوك المكونات. خيتي وحبيبتي وشقلاله تاع اسحاق، اذا وصلتي حتى لهنا ما تنسايش تعبصي على هذاك الجيم، هذاك الصبع وهذاك الصبع اللي راه قدامك ما تنسايش تضغطي عليه وتفعلي الجرس. هذاك الجرس تاع دقه الجرس باه وين ما تحط اسحاق كاش وصفه جديده يدق عندك انتي الجرس وتشوفي الجديد تاع اسحاق. هذه هي شقلاله تاعي. هنايا نجيبو هذا الليمون. نتيا تخيري اي ليمون حي ليمون اللي بغيتيهم وتخيريهم. هذه تجيبي ليمون اللي عندك، يعني هذو ماهمش خاصين غير بالكاطو البنات، تقدروا تستفادوا منهم هكا في الطبخ كيما هكا، في المملحات، في صوالح كيما هكا البنات يعطوكم نظره شابه للاطباق تاعكم، يعني ما تدسوهمش غير على جال الكاطو وخلاص. هذه هي. هنايا ندهنهم بشويه تاع زيت. هنايا الليمون تاعي كاع راني دهنتهم بالزيت البنات. ونجيبوا ذاك الخليط تاعنا كيما تقدري ديري لهم تدهنيهم بالزبده وديري لهم شويه تاع الفارينه، تمشي فيهم كاع هكا شويه تاع فارينه باه تضمني ما يلصقولكش، ضامن ربي ان شاء الله. هذه هي البنات. نعمرهم كامل كيما راكم تشوفوا. ونجيب هذيك لاصوص الحمراء ولاصوص البيضاء. هنا كانت الهام قبل نهار قبل صنعت به البيتزا البنات. وتزيد هذا شويه تاع لاصوص من البيضاء ومن الحمراء. قلت انا نديرهم هنايا خير من اللي يقعدوا غير في الفريجيدان يطايشوا حتى يتقاصوا يحماضوا يتقاصوا.
كيما راكم تشوفوا البنات هنايا درتهم. انت الا ما عندكش تقدري ديري غير شويه تاع فرماج تزيدي لها الحليب وديريه كيما هكا في فوقها. وثاني لاصوص الحمراء البنات تقدري غير شويه تاع طوماطيس مغرف هكا تاع طوماطيس تاع المصبره هذيك تطيبيها ديريها في شويه تاع ما طيبيها ديري لها شويه تاع ثوم وتنكهيها هكا وديريها كيما هكا البنات ساهله ماهله. هنايا وندخلها للفرن تاعي كيما راكم تشوفوا ونخليها حتى كي نشوفها الجوانب تاعها حمارو. هيا نعاود نشعل عليها من الفوق هكا باه تزيد تتحمر وتنشف مليح مليح. كي تطيب البنات تخرجوها من الفرن تاعكم تخلوهم يبردوا ومن بعد تنحوهم وتحطوهم يعني التقديم كيما بغيتوا البنات. بغيتوا تحطوهم كيما هكا تحطوهم مع صلصه تاع مع المايونيز ولا مع الصلصه الحمراء ولا ديروهم كيما درتهم انا بالمرقه تاع الحمص البنات ثاني يجوا ما شاء الله يجوا هايلين. راكم عارفين الشتاء هذا ما يبغي غير حاجه سخونه ويبغي التغميس ويبغي اختي غمسي قطعي لك الكسره وبداي تغمسي وتاكلي واو تستبني وتذوقي في البنه. هذه هي البنات. شوفوا كيجي شباب الطبق ويجي ما شاء الله. والشوفلير كما نعرفوا هذا هو راه وقته البنات وراه رخيص يعني ماشي دائما مقلي ودائما بالطريقه التقليديه. انا ماهمش يبغوا ياكلوه مقلي البنات كيما نديره كيما خليه بصح كي نديره هكا بطرق مختلفه كيما هكا ياكلوه. هذه هي غير شوفلير بصح كي تبدلي لهم الطريقه اكيد راح تعجبهم واكيد راح هكا ما يملوش وياكلوا لك الحاجه مره على مره بدلي. هذه هي البنات. هذه قريب نكملها البنات زعما جيت نذوق ونوريكم. هي كملتها قبل ما يجي الشعب من اللي يكون تاعه. هذه هي طلتي لنهار اليوم وهذه هي الوصفه الخفيفه الظريفه تاع اليوم. نتمنى طله خفيفه ظريفه عليكم.